السلام عليكم. أحلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وبسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. أسماء وتجربتي بنفسي. النهاردة أنا هعمل مشروع من الفسيخ. جبت معايا سمك بوري ما شاء الله اللي هو الحجم المتوسط. هنبدأ بحاجات قليلة على أساس اللي احنا نجرب ونشوف. السمكة اللي معانا دي قليلة شوية في الحجم، مش كبيرة يعني، فقلت ان انا اجرب واشوف حظي. احنا هنا بنغسله من اي حاجه في الخياشيم. وجيت هنا طبعا جبت صينيه وحطيتها في الشمس، ورحت فردة عليها قماشه، وبعد كده فردت عليها السمك على اساس ينشف مني في الشمس. احنا في الشتاء ما تخافوش، الشمس طبعا مش هتبوظ السمك. وكل شويه بقلب السمك على اساس ينشف من جميع الاتجاهات. وبعد كده طبعا شلت القماشه اللي اتبلت اللي كانت تحت السمك، والسمكة معايا نشفت وبقت تمام التمام. عندي الخياشيم لازم أتأكد منها، فبحط فيها مناديل على أساس هي كمان تنشف. ونجرب حظنا في الفسيخ والمشروع يا رب ينجح، وكل واحد نفسه في مشروع يعمله يعمل المشروع، يتوكل على الله. وبكده طبعا السمك ما شاء الله نشف من بره ومن جوه. نتأكد تماما بان كل سمكية نشفت، علشان طبعا هي كده كده هتنزل مية اثناء التمليح. ويا رب كده ربنا يحسن ما بين ايدينا. كده خلاص ننزل بقى المناديل الخياشيم. وبعد كده هنجيب الملح بتاعنا الحلو الخشن، ملح رشيدي او ملح من عند العطار. هنجيب ب5 جنيه ملح، وب5 جنيه كركم، وكمان بابريكا وشطة. اللي مش حابب يحط البابريكا ما يحطهاش. الكركم ده مادة حافظة، يعني مضاد حيوي. والشطة هي كمان. هتقولوا لا الفسيخ هيكون شطة، ابدا والله. انا حاطة لكل سمكاية تقريبا 1.5 معلقة من الملح. كل سمكاية 1.5 معلقة من الملح. وحطيت في الطبق ده زيت وكركم وشطة. طبعا هتقول الشطة 3 معالق كتيرة، ما بتبانش خالص. هنخلط كل الملح والكركم والبابريكا والشطة كل ده مع بعضه. وبعد كده هنجيب السمكية وهنحط فيها الملح من عند الخياشيم، ونتأكد تماما بان احنا غرزنا جوه الخياشيم الملح. وندخل شوية كده في الأمعاء. ما تخافوش السمكة مش هتبقى مالحة، وإن شاء الله ربنا يحسن ما بين إيدينا وإيديكم. والتجربة خير دليل، فإحنا لازم نجرب الحاجة بإيدينا بدل ما نشتريها من بره غالية جدا. تخيلوا النهاردة كيلو الفسيخ بكام، اللي أنا ممكن أجيبه مثلا ب100 جنيه، وأجيب عليه شوية ملح وشطة وكركم. لو مش عايزين تحطوا كركم ما تحطوش، بس هو فعلا الكركم مضاد حيوي، بيحافظ على السمكية وريحة السمكية. في ناس بتحط ورق لورا برضو جميل، بيخلي ريحة السمك جميلة، بس بصراحة أنا لسه ما جربتهاش. في ناس بتحط نعناع أخضر، أنا لسه برضو ما جربتش النعناع الأخضر. وكمان في كمان الكرفس الأخضر، في ناس برضو بتحط منه. كل ده إن شاء الله نجربه مع بعض بإذن الله. بس أنا المرة دي استكفيت بالملح والكركم والشطة والبابريكا. كل ده بينهي على الزفارة بتاعت السمكية. ونتأكد تماما بان ريحة السمك حلوة. ما نجيبهاش يعني مثلا يكون ريحة السمكية وحشة ولا حاجة، ما ينفعش. احنا نتأكد بان السمكية ريحتها حلوة وطازة. انا هنا طبعا خلصت السمكية، حشيتها سمك،
حشيتها ملح قصدي. وبدل ما بهدل الصينية فقلت ايه، احط السمك في الكيسة واروح منزله الايه الزيت اللي انا حاطه فيه ملح و وكركم وشطه. ملح وكركم وشطه وزيت. الزيت ده بيخلي السمكية كده عاملة زي الزبدة. بما ان السمكة بتاعتي صغيرة، فانا ايه حبيت اعملها كده تطلع زي الزبدة ان شاء الله. كده خلصنا السمك وجبنا شوية الملح الباقيين. طبعا الزيت ما كفاش كل الكمية دي، عشان الكمية دي ما شاء الله 3 كيلو. نوزع بقى على الأحباب ونوزع على كل الحبايب ونجرب حظنا ونشوف. ملحنا كده السمك وجبت كمان شوية زيت تاني وحطيت فيهم، زودت كمان ملح، يعني لكل سمكاية معلقة ونص من الملح. ما تخافوش، السمك مش هيكون مملح ولا أي حاجة. وهنسيبه لمدة 14 يوم، بس أنا فتحت عليه في اليوم ال15. طبعا أنا مخلية السمك ده قبل رمضان وفتحت عليه في رمضان. ولسه إن شاء الله هعمل كمان شوية فسيخ للعيد ونجرب حظنا ونشوف، وربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب وايديكم. فالتجربة فعلا خير دليل، اللي احنا نجرب الحاجة بايدينا ونشوف. نجيب اول كيس كبير، بعد كده نجيب تاني كيس، ونقعد بقى نكيس في السمك علشان نضمن بان مفيش هوا داخل السمك. في ناس عندها ستريتش، انا ما عنديش. فطبعا ايه، بنجيب كيس جوه كيس ونحط فيه السمك ونتأكد تماما بان طبعا مفيش هوا جوه الايه الكيس. وفي النهاية خالص جبت كيس كبير. وطبعا لو احنا عندنا حلة بس ما تكونش ألمونيا، تكون ستانلس او بلاستيك، نحط فيها السمك اللي احنا خليناه، علشان طبعا ما ينزلش منه اي مية ولا حاجة تبهدل المطبخ بتاعنا ويكون المطبخ ريحته وحشة. وفي النهاية بشكركم، مع السلامة.